يعني الهلال معودنا والله الحمد. وعندي بيتين شعر ليونس زين، وردوا معي يا شقرديه. قلت هنا الشقرديه وانشد الكل عنا دمار الملاعب وهنا عماره. ما ينحني راسي وانا عالي الصيت، وننحنى راسي يا رجاجيل برجلي وطيته. انا احمد الله كل ما صبحت ومسيت ان الله خلقني واحد بالشقرديه. والله اليوم مستوى لك عليه، فاقدين البريك، فاقدين ادواردو، فاقدين ميليسي، بس الحمد لله 3 نقاط مهمه، ومباراة مؤجله لو نفوز فيها ان شاء الله نروح صداره بعيد. عطيف وسالم ما شاء الله تبارك الله. والله الهلال اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن مبدعين على الاخير، لكن في كذا لاعب مختار وماجد النجراني، يعني هذول جدا يعني المفروض انهم يا يحس يطور مستواه او انه لا يلعب في الهلال. والله المستوى ما كنا راضيين عنه. الهلال كامل في جميع الخطوط الحمد لله الا صناعه اللعب، الهلال يفتقر الى صناعه اللعب بشكل كبير. يعني ممكن اليوم لو شلهوب نزل شوط ثاني يمكن يتغير الهلال. الشلهوب اخذ زمنه وولى عليه، اشوف انه يعتزل افضل. نحتاج في الفتره الشتويه صانع لعب اجنبي يعني مهارات اللي يعطيك الكره قدام الباب على طبق من ذهب. والله الهلال الحمد لله على الفوز اول شيء 1-0، نبارك له طبعا. والاداء شوي يعني مو مقنع، نبيل لنا صانع العاب، ادواردو مكانه مهم، بس الحمد لله النتيجه نيت 1-0 نقول الحمد لله. واحنا جايين من الكويت ان شاء الله هلاليين. رجعت مبسوط اجل؟ رجعت مبسوط، والزعيم اليوم الازرق سواه، وباكر ان شاء الله الكويت يسوونها والسعوديه بكره يسوونها في كاس الخليج. وصانع لعب ما في، هذه مشكله. والمهاجم الله ما وفق الهلال بمهاجم من بعد سيرجيو البرازيلي. والله الهلال كويس، لكن الاغابات مأثرة عليه شوي، وانه طريقة لعبه مكشوفة، ولازمه مهاجم يعني يخلص. وخريبين صراحة أنا سوري وأقول له إياها إن شاء الله يسمعها، إنه الآسيوية وأخذ أفضل لاعب آسيا مأثرة عليه زيادة، انقر بها زيادة عن اللزوم. أتمنى بس من إدارة الهلال طويل العمر روان بن سعد وفهد المفرج، فيه لعيبة طايح مستواهم، يجلسون معهم يشوفون سلمان الفرج ولا المحور مهند فلاته، لازم يشوفون لهم حل. الهلال كأداء واستحواذ ممتاز، كلغة الكرة ممتاز، ولكن قدام الباب ما في تسجيل، يعني لازم مهاجم صريح بصراحة. يعني الهلال مرضين ورب الكعبة الهلال ابدع. صح انه ما في صانع العاب بس الهلال ابدع. والله الهلال لعب، بس المشكله عندنا في نهايه الهجمه، هذه مشكله الهلال، وبطيء في الهجوم. ولا الهلال لو يلعب رتم سريع في الكوره ما يوقف قدام احد. اليوم متدني المستوى، ان شاء الله انه يتطور في الايام القادمه. صابت بريك ودواردو كانت لها اثر كبير. الهلال وحش صراحه، عاوز صنع لعب صراحه، عاوزين صنع لعب. الهلال لو ما قبل صنع لعب هنتورط. والله اليوم صراحه اللعب ما في اي كلام، ما في اي كلام، ممتاز اللعب جدا. انطربت اليوم مع الهلال ولا؟ مره اقول لك، بس ناقصنا صانع العاب، لان بعد اصابه ادواردو الهجوم عقيم شوي، يلومون خربين وريفاس، ما عندهم صانع العاب حقيقي. قدام المرمى ما في احد يعرف يشوت، يوصل قدام المرمى ثم يطير، ما في نهايه هجمه صح، ما في ابدا مره. اهم شيء 3 نقاط، المستوى غير يعني غير راضي صراحه عن المستوى وعدم تركيز، بس ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه راح يبدا الهلال، والدوري هنا الدوري باذن الله. بس ما قصروا الحمد لله، اهم شيء كسبوا 3 نقاط، وباذن الله المباريات المؤجله يكسبونها ونمسك الصداره وبس نقول ان شاء الله. وشكرا لقناه العز. الهلال اليوم الشوط الاول كان سيء، الشوط الثاني ان شاء الله تحسن فريق. طيب وش ينقص الهلال في الشتويه؟ صانع العاب. تعثرت صفقه عموري، بس يحتاج صفقه ثانيه صانع العاب. واللمسه الاخيره بعد، اللمسه الاخيره خريبين مو في مستواه. والله الأداء لك عليه يعني، بس إن شاء الله برجعة المصابين خصوصا ميليسي يعني كان غياب مؤثر، وإن شاء الله برجوع المصابين يرجع الهلال للصدارة. والله مستوى الهلال غير مطمن صراحه، يعني المفروض زي المباراة هذه ينهيها من أول شيء، لا يصعب على نفسه. الاستحواذ احنا ما نبغى نتيجة. الصدارة جاية، الصدارة بالطريق ان شاء الله، جاية ان شاء الله، بقي لنا مباراتين مؤجلتين وان شاء الله نعتلي الصدارة ونجيبها. مبروك.